عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنجيب المشتريات بتاعت المصيف زي ما قلنا لكم، والمشتريات اللي احنا ممكن نعوزها في اليومين دول، فهننزل بقى نشتري معاكم كل حاجه. انتوا معانا خطوه خطوه، يعني هتبقوا ماشيين معانا وشايفين. وما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو اللايك والسبسكرايب في القناه، وبتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وتدعوا لنا دعوتين بقى حلوين، وزي ما قلنا وتقدروا مجهودنا والتصوير والتعب اللي احنا بنعمله. وبس كده، يلا نبدا الفيديو على طول. بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير وتفعلوا زر الجرس والكومنت الحلو زيكم. بس كده يلا نبدا. زي ما انتم شايفين الجو اهو حلو قوي، وعلى فكره مش حر زي امبارح. الشجر يعني منظره جميل، شايفين الجو صافي ازاي. احنا دلوقتي هنقوم نلبس ونحضر نفسنا وننزل نجيب باقي مشتريات المصيف. شايفين الشجر؟ بجد احلى حاجه الشجر ده، يعني احلى حاجه الفيو بتاع البلكونه بيبص على الشجر ده. فاحنا هنجهز دلوقتي ونخلص وننزل نوريكم المشتريات. دول كل احنا هنجيب باقي المشتريات بتاعه المصيف وهنوريكم كل حاجه بالتفصيل. احنا خلاص نزلنا اهو، هنفتح باب العماره اهو، طلعنا اهو. شايفين الشمس اهي حلوه، مش جامده قوي يعني. هنا اهو دلوقتي الشارع اهو، احنا كلنا نزلنا عشان نجيب المشتريات بتاعت باقي المصيف. احنا اخدنا بس الكبات عشان يعني وشنا بيتاثر جامد بالشمس. فما تنسوش اللايك والفولو والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس والكومنتس الحلوه زيكم. ادينا احنا ماشيين اهو دلوقتي، هنجيب باقي الحاجه ونجيلكم على طول بالتفصيل وكانكم ماشيين معانا بالظبط. يعني تعجب الليمون، عايزه فاضيه الليمون، دي حاجه 210 جنيه. فرق الدين يلا دلوقتي. احنا بقى دلوقتي رجعنا بعد ما جبنا الحاجه زي ما انتم شايفين كده، جبناها من بره وحرفيا تعبنا جدا عقبال بقى ما جبنا الحاجه. قعدت اقول لكم الجو صافي وبتاع، نزلت تحت لقيت الدنيا نار. ده الكبات ما كانتش مقصره معانا، الجو كان حر قوي اليومين دول بصراحه. فاحنا مع الجميع والله. فاحنا دخلنا كازيون وجبنا منه شويه حاجات هنوريها لكم. اول حاجه جبنا اللي هي دي الفانتا اهي بس لسه كل ده اتحط في الثلاجه. اللي هنشيلهم بقى قبل ما نيجي نروح، عشان لما نروح الشاليه تكون الحاجه ساقعه يعني قبل ما نروح. كمان اكيد هنشتري حاجات تانية، بس احنا بنحاول ما نشيلش ياما علينا على قد ما نقدر يعني، ما نشيلش كتير. فاحنا كمان لما نروح هنجيب تاني. وجبنا ميه معدنيه كذا ازازه، بس دي واحده منها قلنا نوريكم النوع عشان يعني. الميه هناك بتبقى ناحيه البحر على طول، ما بتبقاش حلوه وكده، لان اكيد فيها روايح، مفيش بيبقى فيه فلاتر وكده، فالميه معدنيه بتبقى. فاحنا بقى الجزار جبنا اللحمه وجبنا
كبده، جبنا لحمه عاديه مكعبات، كبده، اللي هي القطع، وجبنا كبده ولحمه وجبنا لحمه مفرومه ولحمة كمان. عشان تقضينا في كذا يوم اللي احنا نقعدهم في الشاليه. هنعمل لكم هنا المكرونه البشاميل ولا عشان هوريكم ناخد كده معانا الطريقه. بصوا الفيديوهات اللي جايه حرفيا جاهزين لكم شويه فيديوهات جامده جدا، استنونا فيها وما تنسوش بقى تدعمونا يا احلى كده. وجبنا برضو شويه شيبسي جبنا كذا نوع كده معانا، جبنا كل الحاجات دي معانا. عشان هناك لما عشان نقعد من مثلا لزوم السهره وكده لما نيجي نقعد نلاقي حاجه يعني نلاقي كل حاجات. الحاجات دي. واكيد طبعا في لسه حاجات هنجيبها، بس احنا جبنا جزء جدا بس كده دلوقتي مش كله. فهنجيب لسه، يعني مثلا التسالي اللي هي لب بقى والحاجات ديت. ودخلنا برضو عند بندق جبنا منه هريسه. الهريسه بتاعته بجد بتبقى جميله. واسعاره جميله هناك، منظر يعني حلو. جبنا الهريسه دول. جبنا الاثنين دولت. وجبنا برضو انا جبته ده لنفسي الصراحه عشان هما مش بيحبوا بلح احنا الشام. بنحب بلح الشام قوي. انا جبته لنفسي. انا الصراحه بحبه جدا ده. ايه تاني جبناه؟ جبنا برضو طماطم عشان احنا هناك لما ناكل الكبده وكده فيبقى عايز سلطه ياما. جبنا طماطم. جبنا ايه تاني؟ مكرونات بقى جبناها عشان البشاميل. شعريه وحاجات كده. وليمون برضو جبناه علشان الكبده وكده. ليمون اهو. يعني احنا كذا يوم اللي هنقعدهم في الشاليه هناخد مثلا كبده مره، جبنا لحمه، كمان الرز ده. مكرونه بشاميل، يعني جبنا مكرونات وجبنا كمان لسان شعريه. جبنا مكرونات. شعريه. شعريه على الرز تبقى فظيعه. جبنا رز كتير، بس احنا ايه بنوريكم يعني بنحاول نطول عليكم الفيديو. وكمان برضو قبل ما نعمل كل اكله هنوريكم احنا بنعملها ازاي. مثلا يمكن احنا بنعملها بطريقه مختلفه، بنعملها بطريقه تانية عشان لو حد حابب يعملها او كده. وانتوا برضو لو في اي اختلافات في الحاجات اللي احنا بنعملها ممكن تكتبوا لنا في الكومنتس. وجبنا برضو اللي احنا نستفاد منكم. اهو. ولو في اي حاجه جبنا برضه كانتالوب. ناقصانا اكتبوا لنا في الكومنتات. انا بقى بحب التمر من رمضان على طول بجيبه، فجبته برضه عشان ايه ناكله هناك. وانا برضو بحبه جدا. ودي كده الحاجات اللي احنا جبناها. احنا برضو نسينا على فكره نجيب التسالي، يعني اللب والسوداني والمكسرات. نجيبها. احنا بس نزلنا النهارده بجد احنا تعبنا تعب. الجو حر الدنيا نار. فظيع قوي. ده الواحد ما كانش قادر يمشي حتى وهو ماشي. ان شاء الله على بكره كده هننزل تاني برضو هنكمل باقي المشتريات بتاعتنا، بس مش هنعرضها لكم بس عشان ايه ما تملوش او حاجه زي كده. فالباقي المصيف هناك هيشوفوا. انتوا هتشوفوا الفلوجات اللي احنا بنعملها. الحاجه نفسها كلها اللي هنجيبها تشوفوها معانا هناك. ممكن برضو نجيب الفواكه النهارده او بكره، وممكن برضو لو في حاجات ناقصانا ممكن نجيبها برضو واحنا هناك في الشاليه. واحنا جبنا كمان ازازه ثانيه من حاجه ساقعه بيبسي. والميه ضروري جدا هنجيب برضو من هناك، لان الميه زي ما قلنا لكم مش بتبقى الطف حاجه هناك. كده احنا ده المشتريات بتاعتنا. هنكمل برضو الباقي وهتكونوا شايفينها ان شاء الله في الشاليه لما نروح هناك. ودي كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، بس ما تنسوش قبل ما تقفلوا الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. قهوه حلوه بقى لينا كده، ربنا يسعدكم انتوا زي معانا. ما تساعدونا كده يا رب. ربنا يسعدكم ان شاء الله. وتشتركوا في قناتنا وتدعمونا، لان احنا بجد في كل فيديو بنتعب باللايك وانتوا بالكومنتس. بتشوفوا حاجات بسيطه، لكن هو بياخد معانا اليوم كله. ورا تعب اكتر. ايوه بس كده ان شاء الله نشوفكم على خير في الفيديو بتمنى- اللي جاي. بتمنى هيكون ان يكون شاء الفيديو الله عجبكم. ان شاء الله يكون الفيديو سفر للشاليه. هنوريكم كده احنا رايحين برضو في الطريق، واول ما نوصل للشاليه هنوريه لكم. هنصور لكم كل حاجه عشان تبقوا لو انتم رايحين تصيفوا، رايحين تجيبوا مشتريات او اي حاجه، تستفادوا يعني تشوفوا ايه اللي بيتعمل. شوفوا مثلا انتوا ناسيين حاجه احنا نفكركم برضو، اكتبوا لنا لو احنا ناسيين حاجه نجيبها، عشان احنا زي ما قلنا لكم احنا لسه نجيب حاجات ناقصانا. وبس بس كده كده. باي باي.